الزمالك يسقط امام الجونة في فخ التعادل 1-1، والاهلي يفوز 3-2 وسط اداء سيء جدا. وكالعادة الزمالك يا جدعان يعني زي ما عودنا من سنين السنين، النادي الاهلي لازم يكسب والزمالك لازم يساعده ويتعادل يا يخسر. انا يا جماعه كنت متاكد لما النادي الاهلي بجد ان هو كان هيكسب، ولو كسب انا متاكد مليون في المية ان نادي الزمالك يا كان هيتعادل يا كان هيخسر قدام الجونه. ده من سنين السنين، انا عندي يا جماعه 32 سنه ده بيحصل. 32 سنه الكلام ده بيحصل على طول، مفيش جديد. قول لي انت عندك كام سنه دلوقتي وحصل قبل كده ولا لا؟ كم مره في تاريخ الزمالك وفي الوقت اللي انت شجعت فيه الزمالك حصل الكلام ده؟ ده على طول مفيش ما بنتعلمش. بامانه الزمالك يا جماعه من غير دونجا بلح عشان تعرفوا الناس اللي بتنتقد دونجا وعماله سلخ في اللعيب. سلخ يا جماعه، دونجا لما ما كانش موجود في ماتش وادي دجله، شوفوا الزمالك حرفيا في الماتش ده ما كانش عنده نص ملعب نهائي، ما كانش فيه نص ملعب. طلع دونجا من هنا الاداء مات. كنا لاعبين كويس جدا 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 الشوط الاول، وعدي الدباغ جاب جون وماسكين كوره و1 2 مش عارف ايه وبتاع. الماتش جميل. دونجا خرج اتحول الماتش، مفيش نص ملعب نهائي بجد. وادم كانت النهارده يا جماعه لعب ماتش كويس، يعني كان معقول، ما كانش سيء. المدرب طبعا بوظ الفرقه بالتغييرات بتاعته، نزل ايشو يا جماعه. ما فيش ايشو يا جماعه، ما فيش عندك يا جماعه نص ملعب ديفندر يقطع الكوره يستخلص كوره غير دونجا الوحيد اللي بيقدر يقطع الكوره، غير كده انت ما عندكش. يعني مش عارف يعني حامد حمدان لو كان جه يا كان فرق معانا، والله كان فرق معانا. ولكن بتروجيت يعني موتت اللاعب، يعني بتروجيت خلاص نهت على اللاعب، يعني خلاص قعدته لغايه دلوقتي ما لعبش ولا مباراه ولا اي حاجه. عشان ايه؟ لو روح الزمالك في يناير يكون مش جاهز، يقعد بقى 3-4 شهور في الزمالك ولا حاجه، ولا شهر ولا حاجه في الزمالك الاهلي. فمش عارف والله. الواحد دمه اتحرق قبل ماتش القمه. لازم بعد كده في ماتش القمه بقى الاهلي يكسب ويرجع بقى للصداره تاني، بقى يطلع بقى خلاص، بقى الاهلي يطلع للصداره والزمالك ينزل طبيعي. نستغل احنا الفرص ونحاول نتقدم. لا نتقدم ليه نتقدم ليه؟ لا لازم نخسر، لازم يعني نقع، لازم نتنيل. ده لازم. لا لكن لا، احنا يعني ما ينفعش نبقاش الزمالك يا جماعه، ما نبقاش الزمالك والله لو ما صعدناش على نفسنا. امال ايه؟ نتعادل مع المقاولين، نخسر من الوادي دجله، نتعادل مع الجونه، نكسب بقى السيراميكا ونكسب المصري ونكسب بيراميدز ونكسب ونخسر بقى ايه من الفرق دي. الفرق الماتش الجاي مثلا ولا لعبنا بقى كهرباء اسماعيليه هنتعادل او هنخسر وهكذا. هو ده الزمالك، يخسر قدام الفرق الصغيره جدا بسذاجه جدا ويهدي النادي الاهلي طبعا الدوري. ده طبيعي. يعني انتوا شايفين الدوري بيلف ازاي وبيجي في الاخر النادي الاهلي ازاي. والله يا جماعه الواحد دمه اتحرق. الواحد تعب. مشكله يا جماعه الزمالك ما قرص عشان يجيب الجون الثاني، ما قرص. حتى الجمهور بيقول لك واحد مش كفايه، الثاني جاي حكايه. ومفيش. اللعيبه نايمه عمالين فرحانين ان هم بيباصوا، وطبعا الجونه ايه سايبه لهم برده الكوره، يفضلوا اهروا. وبصيت يا جماعه 3/4 سلبيه. يعني انت بتباصي وماسك الكوره على عيني وعلى راسي يا عم زي الفل، لكن سلبي مش لقدام، مش لهجمات، مش بتخترق من يمين تخترق من الشمال وتخش العمق. لا تباصي سلبي ورا وترجع تطلع ويرجع ويطلع ويدي يمين ويدي شمال ويرجع يمين ويرجع شمال ويرجع ورا ويطلع نص الملعب ويرجع تاني. هو دي السيطره؟ ايه بقى؟ ايه اللي استفدته؟ ما انت المفروض الكور اللي بتعملها دي عشان تخترق ما بين الخطوط قدام، سواء يمين سواء شمال سواء في النص. مفيش. وضيعنا كميه فرص النهارده، كميه فرص ضاعت. والكره الاخيره بتاعت شيكو بنزا
اللي ضاعت اللي شاطها وصدها الحارس بتاع الجونه. وايه تاني؟ ايه تاني؟ والله لا ضيعنا كتير، ضيعنا كرة عبد الحميد معالي الشوط الاول وغيره. فرص ضاعت مش عارف والله مش عارف. ربنا يستر ماتش القمه يعني، ربنا يستر بجد يعني. الواحد اتحرق دمه يعني بجد. الواحد حزين بطريقه صعبه. احنا اللي بنضيع الفوز من ايدينا. ليه يا جدعان؟ ليه؟ والحمد لله. هنقول ايه يا جماعه؟ هي دي لعيبه نادي الزمالك. الحمد لله. وزي ما بقول يا جماعه تاني وتالت ورابع، يا اخوانا عشان خاطري هاتوا تكيس جونياس. مش ما جاش هاتوا اوسوريو، لكن اول واحد تكيس جونياس ده يجي الزمالك. هينقل الفته هي فته فعلا. هينقل الفرقه يا جماعه في حته تانيه. بس هقول ايه يا جماعه اعملوا لايكات يا جماعه، او اعملوا سبسكرايب واشتركوا في القناه. وصلوا يا جماعه الفيديو ده للناس كلها المسؤولين في الزمالك. وصلوا. عايزين يا جماعه نعمل فرقه، خلي يجي مدرب فعلا، مدرب حتى لو نخسر ولا نتعادل، بس احنا عارفين ان احنا في اداء في شكل هنبني فرقه. مش عارف والله. تعالوا نقيم اللعيبه. صبحي بصراحه الجولين ما يسالش عنه بصراحه اديله يا عمي 7 من 10. اسماعيل نديله 7 من 10. عبد المجيد شرحه 7 من 10. بصراحه صلاح الدين 6. فتوح 5 من 10 وكارم قوي يعني، ممكن اديله 4 من 10. دونجا 8 من 10. عبد الله السعيد 8. ادم كايد النهارده 7 من 10. ندي عبد الحميد معالي 6 من 10. عدي الدباغ نديله 8 من 10 بسبب الهدف، وعمال كان بيضغط وبيموت نفسه الحقيقه. طبعا عمر جابر مفيش تقييم تقريبا، ممكن 2 من 10 مثلا ولا 1 من 10. شيكو بنزا 3 من 10. ملحقش برضو ياخد وقت كتير يعني، راح بكام كوره وحاول وكده، نديله 3 من 10. يعني طبعا ايشو ما فيش تقييم يعني، باقي ما فيش تقييم خالص بصراحه يعني. هم دول اللي اتقيموا. ف الله المستعان. ويا ريت يا جماعه الفرقه تفوق. لا بديل عن الفوز على النادي الاهلي. لازم نكسب النادي الاهلي، لازم. دلوقتي مفيش بقى تعادل، مفيش تعادل او هزيمه. هتكسب يعني هتكسب. مفيش بديل، مفيش اوبشن تاني. لازم اللعيبه تعرف انها الماتش الجاي قدام النادي الاهلي لازم تكسبه. مفيش اختيار تاني، يا تعادل ولا هزيمه، بس كده. اشوفكم يا جماعه ان شاء الله في فيديو جديد. السلام عليكم.